عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا انا صحيت النهارده لقيت الجو بصراحه يعني تحفه قوي، فمش عارفه حسيت ان انا هصور فيديو النهارده في البلكونه. مش عارفه بقى ده صراحه يعني قرار صح ولا لا. هو في مشكله بس صوت العربيات وكده، بس ان شاء الله انتوا سامعيني يعني ان شاء الله. بس بجد بصوا الجو حلو قوي، بصوا الجمال. احنا بقالنا كام يوم في اسكندريه يعني متظبطين، الشتاء مظبطنا، مفيش ولا شمس ولا. انا بقوم من النوم الاقي الدنيا ضلمه، والله بجد انا اصلا ما بقتش عارفه اصور. بقوم من النوم الاقي الدنيا ضلمه. طب ايه اعمل ايه؟ اصور امتى؟ فالحمد لله انا صحيت النهارده يعني لقيت في شمس الحمد لله، فحسيت ان انا يعني عايزه اقعد في البلكونه. المهم النهارده في الفيديو ده عايزه اقول لك على شويه حاجات كده تخليكي بقى كده تبعدي عن النكد والاكتئاب وتبقي مفرفشه ومنعنشه ومزهزهه كده على طول. لان عايزه اقول لك ان محدش هينفعك لما وشك يبوظ وشعرك يبوظ وتدمري نفسك وتدمري صحتك. على ايه كل ده؟ النكد والاكتئاب ده والله العظيم يا حبيبتي ما هتاخدي منه غير القرف. فلازم تحاولي تبقي على طول كده مفرفشه. طب اعمل ايه يا رانيا عشان ابقى مفرفشه ومنعنشه؟ اعملي اي حاجه تفرحك، اطلعي البلكونه. بصي انا طلعت البلكونه بقيت مفرفشه اهو، انا دلوقتي انا مفرفشه وشويه وهدخل اعمل لنفسي كوبايه قهوه بقى كده واقعد في البلكونه بقى كده في روقان مع نفسي، هبقى مفرفشه اكتر واكتر. انا هي دي الحاجه اللي بتبسطني. فانت عندك اوبشنز كتير قوي تخليكي مفرفشه ومنعنشه. عندك مثلا الرياضه، يا لهوي. ومش بقول لك بقى الرياضه انك تروحي تشيلي اوزان مش عارفه ايه وتعملي ايه، لا بصي انزلي كل يوم مثلا لو نص ساعة اتمشي بس. تحفة. المشي ده مش عايزة اقولك هترجعي بصي مودك عامل ازاي، خطير. اوعدك انك هترجعي نفسيتك حاجة تانية خالص، هتفرغي كل الاسترس اللي عندك وهترجعي كده مبسوطة ونفسك كده مفتوحة على الدنيا. فانزلي امشي نص ساعة كل يوم، نص ساعة بس كل يوم. تاني حاجة تعمليها عشان تخلصي من مود الاكتئاب ده خالص، بصي فوقك من السوشيال ميديا خالص. عشان اكتر سبب هيخليكي في الاكتئاب هو ارتباطك بالسوشيال ميديا. الحاجات اللي انت عماله تشوفيها على الانستجرام والحاجات التحفه اللي انتوا عمالين تشوفوها اللي انتوا مش عارفين تنفذوا منها اي حاجه. لان عايزه اقولك ان طول ما انت بتقارني نفسك بالسوشيال ميديا نسبه الاكتئاب عندك هتزيد جدا. فبصي فوقك من السوشيال ميديا دي خالص وما تقعديش عليها الا بس علشان تتفرجي على حاجه تفيدك زي مثلا انا كده. لكن ما تفضليش بقى قاعده على الانستجرام وتقعدي بقى تقارني وتشوفي دي عملت ايه ودي وصلت لايه ودي شكلها بقى عامل ازاي. ما هو انت لازم يا حبيبتي تكتئبي، لازم تكتئبي. لا بتفتحي بس علشان تشوفي الحاجه اللي هتفيدك وبس. السوشيال ميديا دي خليها بس للحاجات المهمه، شغلانه مثلا بتعمليها، بتعملي حاجه تفيدك، بتعملي حاجه تزودي بيها دخلك، بتعملي حاجه تحسن من صحتك، بتعملي اي حاجه تحسن منك في اي شيء. فمن الاخر كده حاولي ابوس ايدك ما تقعديش على السوشيال ميديا الا للاستفاده فقط. سواء بقى الاستفاده دي استفاده عقليه، استفاده تغذيه، تتعلمي حاجه، لكن ما تقعديش بقى تضيعي وقتك عشان تتفرجي على الناس. لان اكتر حاجه هتخليكي مكتئبه انك تقارني نفسك بغيرك. النقطه اللي بعدها ان طول ما انت عندك اختيارات كتير هتبقي عرضة للإحباطات الكتير، فبالتالي هتبقي عرضة برضو للاكتئاب الكتير. يعني ايه بقى الكلام ده؟ عشان الشمس الدنيا ابتدت تغيم، مش عارفة هتشتي ولا ايه. المهم يعني ما تخليش دايما عندك فرصة لاختيارات كتير. اكل ده ولا اكل ده، طب البس ده ولا البس ده، طب اخرج هنا ولا اخرج هنا، طب اعمل ده الاول ولا اعمل ده الاول. كل الحاجات دي اللي انت محتاره فيها دي بتخليكي في مود اكتئاب واحباط. فانت الحل انك تبقي سريعه وحاده جدا في القرارات اللي هي مش اساسيه. القرارات اللي هي هلبس ايه، هاكل ايه، الكلام ده سيبي بقى كده الاختيارات للحاجات بقى التقيله، الحاجات اللي هي تغير حياتك. لان خلي بالك طول ما انت في اختيارات كتيره قوي على طول ملهاش لازمه، طول ما انت تحت ضغط وستريس على طول وبالتالي احباط دايما. فارجوكي حددي اختياراتك وما توسعيهاش على الاخر. النقطه اللي بعدها قبل ما الدنيا تليل مش عارفه في ايه،
النقطه اللي بعدها الاسترس، التوتر. بصي عايزه اقول لك ان الاسترس ده اول عتبه كده من عتبات الاكتئاب. اول حاجه طبعا بلا منازع هتبعد عنك الاسترس والتوتر خالص طبعا علاقتك بربنا. طبعا ارتباطك بربنا طبعا اول حاجه هتبعد عنك التوتر. ارتباطك بربنا وانت عارفه ان هو كل حاجه بتيجي منه كويسه، دي خلاص انت هنا امان. فدي طبعا حاجه اساسيه جدا. لكن في حاجتين بقى تانيين هيبعدوا عنك التوتر جدا. اول حاجه ان كل حاجه انت مش بتقدري تسيطري عليها سيبيها خالص وما تفكريش فيها خالص. يعني لو انت عندك مصيبه كبيره قوي وملهاش حل فخلاص سيبيها وما تفكريش فيها. عندك حاجه مش هينفع تتخلصي منها فهتعملي ايه؟ خلاص سيبيها وما تفكريش فيها. ظروف البلد مثلا، هل انت تقدري ان انت تغيري ظروف بلدك؟ لا. خلاص نعمل ايه بقى؟ نسيبها ما افكرش فيها. خلاص ابتدي ان انا اتعايش مع الحاجه اللي انا مش قادره اغيرها. النقطه الثانيه اللي تخليكي ان انت تبعدي خالص عن مود الاكتئاب ده انك تخليكي هنا، خليكي دلوقتي، خليك معايا، عيش اللحظه. انت دلوقتي في اللحظه دي ما عندكش مشاكل، شايل هم بكره ليه وعمال تفكر في امبارح؟ ما تعيش اللحظه دلوقتي. اللحظه اللي انت فيها دي خلي بالك مش هتتكرر، خلاص هتروح مش هترجع. انت قاعده حلوه في مكان حلو، قاعده كده في البلكونه كده زيي ومبسوطه ومروقه على نفسك. قاعده بقى ليه تفكري في المشاكل والهموم واللي حصل امبارح واللي هيحصل بكره وورايا ايه ومش ورايا ايه؟ ما تفكري دلوقتي استمتعي باللحظه اللي انت عايشاها دلوقتي. استمتعي بالمكان الجميل اللي انت فيه دلوقتي. حسي ابوس ايدك بالنعم اللي في ايدك دلوقتي. اللحظه اللي انت فيها دلوقتي فيها صحه وما فيهاش اكتئاب، فعيشيها وسيبي بقى بكره ده لربنا. زي ما ربنا عداكي امبارح هيعديكي بكره. الحاجه اللي بعدها خليكي تطلعي بقى من الاكتئاب ده خالص، وهو النوم. عايزه اقولك انك لازم تنامي عدد الساعات الكافيه بتاعتك كامله. والله بجد انت النوم ده بالذات ما تتنسليش عنه ابدا. جماعه انا ممكن لو مثلا يعني انا بنام 8 ساعات تمام، لو يوم نمت مثلا 6 أو 7 يا لهوي على اليوم ده. انا بصوا ببقى اليوم ده قرفانه، احباط فعلا والله العظيم، اكتئاب طول اليوم، مش طايقه نفسي طول اليوم. لا لازم انام عدد الساعات الكافيه بتوعي. اصحى بقى كده انا خلاص انا مستعده اواجه الحياه. لكن ما اعرفش الناس اللي بيقعدوا يقولوا انا بواجه الحياه بساعتين نوم في اليوم، ب3 ساعات. ايه ده والله؟ وحتى لو 4-5 ساعات برضو لا انت لازم تنامي عدد ساعات نوم كافيه. لازم تظبطي نومك. النوم ده يا جماعه والله بجد النوم ده نص الصحه في النوم. انت اثناء النوم مخك بيتجدد، كبدك بيتغسل، كليتك بتنضف، امعائك بتنضف، مناعتك بتزيد، جسمك بيحرق شحومه. فالنوم ده بجد مهم جدا جدا. لازم تظبطي نومك، نص صحتك في نومك. انت نامي بجد نوم كافي واصحي وشوفي الفرق. شوفي بشرتك عامله ازاي، شوفي شعرك عامل ازاي، شوفي انت تفكيرك وتركيزك عامل ازاي وصحتك عامله ازاي. فالنوم ثم النوم ثم النوم. متفقين. النقطه اللي بعدها ابوس ايدك اقطعي علاقتك دلوقتي حالا بالناس السامه اللي في حياتك. بصي اعملي بلوك، لا بلوك على رأي رب الشربين. اعملي بلوك لاي حد يضايقك في حياتك. سلامك النفسي ده فوق كل شيء في الدنيا. ابعدي عن الناس السامه اللي في حياتك، الناس اللي عماله تحبط فيكي، الناس اللي عماله تكئبك، الناس اللي عماله تقرفك في عيشتك. ابعدي عنهم والله العظيم هيدمروكي نفسيا. طول ما انت محاطه بناس سامه في حياتك هتتدمري نفسيا. اي شيء في الدنيا دي كلها تخسريه، او اي حد في الحياه تخسريه عشان تكسبي نفسك، فانت كسبانه 1,000,000%. فارجوكي اقطعي علاقتك بالناس السامه وحبي بقى الناس الرايقه اللي بتضحك على طول. اما العالم المتضايق انا لا ماليش في دول. الحاجه اللي بعدها اللي هتخليكي برضه تبعدي عن الاكتئاب
وهو انك تحافظي على اللي عمال يدخل هنا ده كده، اللي عمالين ناكله ده، تحافظي عليه. حافظي على تغذيتك، حاولي على قد ما تقدري ابعدي عن الحاجات المحمره، ابعدي عن الحلويات الكتير قوي دي والسكريات الكتيره، ابعدي عن الحاجات دي. حاولي على قد ما تقدري، انا تعبت من الدبان ده، حاولي على قد ما تقدري تركزي في الاكل الصحي. ليه؟ لان انت مش متخيله ان كل اللي عمال يدخل هنا ده بيأثر على نفسيتك جدا برضو، وانت برضو مش متخيله ان انت كل ما هتتخني السمنه كل ما هتتخني كل ما هيزيد نسبه الاكتئاب عندك جدا. لان طبيعي جدا انك لما تبصي في المرايه تلاقي ان انت مش راضيه عن شكلك، طبيعي جدا ان انت تتضايقي وتزعلي وتحبطي وتكتئبي. واللي بيزيد في الوزن بيكتئب، فبيعمل ايه؟ يروح اكل كتير فيكتئب اكتر، ونفضل بقى احنا كده ايه رايحين جايين كده بين الاكتئاب والتخن. اكتر حاجه هتزود ثقتك في نفسك انك تبصي في المرايه كده، تبصي على نفسك كده تلاقي جسمك مظبوط وحلو. طول ما انت جسمك حلو نفسيتك فوق، لكن بقى لو جسمك ابتدى يضرب منك هتروحي بقى لحته تانية خالص مش هنعرف نجيبك منها. فارجوكي تركزي مع اللي عمال يدخل هنا ده. فدول كام حاجه اللي كنت عايزه اقوله لكم علشان نبقى مفرفشين كده ومنعنشين ومبسوطين ومزهزهين ومزهزاهين. وكل اللي انا عايزه اقوله لكم في اخر الفيديو، فرفشوا محدش واخد منها حاجه.